أيها السادة، أوما رأيتم صور الأطفال؟ أوما رأيتم تلك المقاطع التي والله يقشعر لها البدن ويتقطع لها القلب من كمد؟ أطفال أصبحوا عبارة عن أرقام: 181، 182، 183. إعداد ذكرى بجوار ذكرى، حكاية بجوار حكاية، ألم بجوار ألم. تنظر إلى الأطفال 250 بجوار 251. حتى أطفالنا أغلى ما نملك صاروا عبارة عن أرقام، صاروا عبارة عن حكايات. ضاعت شامنا وضاعت يمننا وبغدادنا وقدسنا في الأسر. وهكذا نحن كالنساء لا نملك إلا خطبا وعويلا. أبيدت حلب عن بكرة أبيها، لا نملك إلا الخطب والعويل مثل النساء. حتى طبيب الأطفال قتلوه، حتى طبيب الأطفال الذي كان يداوي ما تبقى من الأطفال الجرحى قتلوه. فمن يداوي جراحنا؟ فمن يداوي آلامنا؟ فمن يداوي أوجاعنا؟ عذرا حلب، فسيوف القوم من خشب. عذرا حلب، فسيوف العرب من خشب. لا، لن أصيح بأمتي ومعتصما، لا، لن أصيح بأمتي ومعتصما. فشكايتي عرجت إلى الرحمن: يا شام حسبك ما رواه نبينا، أنت الملاذ في آخر الزمان. أوصل زوجته إلى المستشفى لتلد أول طفل له. كان ينتظر من زمن بعيد أن تحمل زوجته وأن تأتي له بطفل. حمل زوجته إلى المستشفى وجاء بها، فاستشهد الزوج واستشهدت الزوجة واستشهد الولد. استشهد الزوج واستشهدت الزوجة واستشهد الولد. هنا حلب، هنا حلب أيها السادة. يا راقدا والفجر ينتحب، يا راقدا والفجر ينتحب، والدمع في عينيه ينسكب. ألم تسمع الأنباء عن حلب؟ ألم تسمع الأنباء عن حلب؟ دكت فما بقيت حلب. ألم تسمع الأنباء عن حلب؟ دكت فما بقيت حلب. يصطف الوالد على أنقاض بيته الذي هدم، بيته الذي ونزلت عليه البراميل المتفجرة. يقف على الأنقاض فيقول لمن يفتشون عن أبنائه ال7، يقول لهم: وقد استوى البيت، هناك تنام غدير، وهنا ينام محمد، وهناك ينام مصطفى. رغم أن البيت قد استوى، إلا أن الوالد ما زال يحفظ أين كان ينام أطفاله. هنا حلب أيها السادة، هنا حلب أيها السادة. وكأن لسان حال هؤلاء الأطفال: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت غير أنني أحمل اللعب؟ ماذا جنيت غير أني أحمل اللعب؟ وذنبي أنني من نسل الطفولة من حلب. فقد تقرر تعليق صلاة الجمعة لأول مرة في التاريخ. فقد تقرر تعليق صلاة الجمعة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ حلب. تعلق خطبة وصلاة الجمعة. أين أمة المليار؟ أين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا تسألي عن صلاح الدين يا حلب، لا تسألي عن صلاح الدين يا حلب. صلاح ولى، صلاح ولى وأصحاب العلا قد ذهبوا. لا تسألي عن صلاح الدين يا حلب، صلاح ولى وأصحاب العلا قد ذهبوا. بل اسألي كيف غابت عنك أمتنا وأين ضاع الكرم والعرب. يقف أحد أطفال حلب، أحد أطفال حلب ليصرخ وليقول: إذا كنتم تمتلكون جيوش الأسد فنحن نملك جيش الواحد الأحد. إذا كنتم طفل صغير، إذا كنتم تملكون جيوش الأسد فنحن في الشام نملك جيش الواحد الأحد. أيها العالم، أيها العالم، ما هذا السكوت؟ أيها العالم، ما هذا السكوت؟ أو ما يؤذيك هذا الجبروت؟ أو ما تبصر في الشام ظلما؟ أو ما تبصر أطفالا تموت؟ أو ما تبصر في حلب ظلما؟ أو ما تبصر أطفالا تموت؟ يقف طفل ليضع يده على صدر أخيه في حلب. قم يا أخي، قم يا عبود، قم يا قلبي، يا ليتني أنا ولا أنت. قم يا عبود، قم يا قلبي، قم يا أغلى ما أملك، يا ليتني أنا ولا أنت. ما بال العروبة تبدو مثل أرملة، ما بال العروبة تبدو مثل أرملة، أليس في كتب التاريخ أفراح؟ ما للعروبة تبدو مثل أرملة، أليس في كتب التاريخ أفراح؟ متى تعود، متى تعود شام العز باسمة؟ أرى دمشقا وحمصا، أو أرى حلبا، أرى دياري وقد غنى الغمام بها لحن الوصال، فتهتز الربا طربا. عليك مني سلام الله أبعثه، يا قبلة الحرف إن غنى وإن سكبا. لما مات أطفال بلجيكا، لما مات أطفال باريس، قام العرب ولم يقعدوا، قام الحكام، تركوا شعوبهم التي تتناحر، تركوا شعوبهم التي تنزف دما وألما ووجعا، وتسابق رؤساؤنا وحكامنا إلى باريس. كانوا يصطفون في الصفوف الأخيرة في الطابور، وإذا بكل واحد منهم يجري ويسرع لأن يقف في السطر الأول. فهو يريد أن يقف في السطر الأول ليري باريس وبلجيكا أننا عرب، أننا عرب، أهل الكرم، أهل النخوة. كيف يا باريس تتوجعين ولا نتوجع؟ كيف يا بلجيكا تتوجعين ونحن لا نتوجع؟ يتسابقون لأن يصطفون في السطر الأول. ماذا عن حلب يا بلهاء؟ يا بلهاء التاريخ، ماذا عن حلب؟ ماذا عن أطفال حلب الذين أصبحوا أرقام بالآلاف؟ ماذا عن نساء حلب؟ ماذا عن أطفال المسلمين؟ أضعتم أبراجكم بالألوان الملونة في رأس السنة، ثم ما حدث في باريس وفي بلجيكا، وأضعتم الألوان السوداء على أبراجكم. أين أنتم مما يحدث في حلب؟ أين أنتم مما يحدث في الشام؟ والله لو كان أطفال حلب يحملون الجنسية الفرنسية والله لاختلف الحال، والله لجهزت لهم جيوش العرب. لكنهم ذنبهم أنهم أهل حلب، أهل الجود والكرم، أهل السخاء، حلب التاريخ والتراث، حلب الجمال والبهاء والهناء. هذا ذنبهم، هذا ذنبهم أنهم يحملون